ايه رأيكم في فطيرة بتجمع ما بين البطاطس والبيض والجبنة الموتزاريلا؟ بتسيح كده بتاخد قلبك قبل ما تاكليها. هنبدأ ونشوف في الفيديو وصفة سريعة وسهلة لفطيرة البطاطس اللي هنعملها مع بعض، تنفع للفطار وتنفع للعشاء. الوصفة سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة في أي بيت. هنجيب مع بعض. لا، الأول لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل مشاركة ومتابعة للقناة ولايك للفيديو. هنجيب 3 بطاطسيات، 3 حبات بطاطس، ونقشرهم ونبشرهم زي ما شفنا مع بعض كده. هنحطهم، هنبدأ نصفيهم، اتك عليهم بايدك الاتنين زي ما انت شايفة. هتلاقي المية بتاعتهم ابتدت تنزل. صفيهم جامد التكي، طلعي ميتهم. هتحطهم في البولة وتنزلي عليهم بربع معلقة فلفل اسمر على ربع معلقة من الملح، وهتبدأي تقلبيهم. تأكدي ان الملح والفلفل وصل لكل حاجة في البطاطس، لكل قطعة في البطاطس. هنركنها على جنب، وهنبدأ نجيب طاسة ونحط فيها معلقتين زيت كبار، ونبدأ ننزل بالبطاطس. افرديها زي ما انت شايفة كده، وابدأي هاتي المعلقة واتك عليها وما تحركيش فيها اي حاجة لمدة 3 دقايق. وبعد كده هتلاقيها مسكت نفسها، تروحي قلباها على طبق او صينية عندك، وتروحي قلباها على وشها التاني. عملنا واحدة وشلناها، هنبدأ نعمل مع بعض التانية نفس النظام. حطي بقية البطاطس النص التاني اللي عندك، حطيه في الطاسة على معلقتين من الزيت، وابدأي اتك عليهم بالمعلقة. هنجيب بطين ونحط عليهم رشة فلفل اسمر ورشة ملح، وابدأي قلبيهم مع بعض واركنيهم على جنب. هنرجع تاني للطاسة. خلاص كده احنا جهزنا اول طبقة، ودي تاني طبقة من البطاطس. يعني ال3 بطاطسيات عملوا لنا طبقتين من البطاطس. هنشيلهم ونركنهم على جنب، وننزل برضو بمعلقتين من الزيت، ونحط البيض. لو في عندك سمنة، انا ما كانش عندي سمنة، لو عندك سمنة هتبقى احسن يعني. خلي البيض يا دوبك يستوي كده، ونزلي عليه باول رق من البطاطس عملتيه، وتروحي قلباه الناحية التانية، ونبدأ نحط الحشو بتاعنا. انا عندي فلفل حراق حطيته، وجبنة موتزاريلا. عايزة تحطي لانشون اي حاجة عندك تاني هتبقى جميلة برضو، مش هتبقى وحشة. كتري الجبنة الموتزاريلا عشان تديك الطعم الجميل والمطة الجميلة، وسهلة قوي قوي. وصدقيني لو جربتيها هتفضلي تعمليها لأولادك على طول، وجميلة في الفطار او في العشاء. حطينا الطبقة التانية، ونروح قلبين معانا على الناحية التانية عشان برضو الجبنة تسيح معانا. يبقى احنا قلبنا الناحية التانية عشان الجبنة تسيح من الناحية التانية. طلعناها على الطبق اهوت، وابدأي قطعي وقمري رغيف عيش بقى وكلي حبيبة قلبي. مش هقولك على مطة الجبنة فيها، جميلة جميلة جميلة، بألف هنا وشفا على قلبك. وصدقيني مش هتبطلي تعمليها ليكي او للأولاد. كل اللي كلها من ولادي شكر فيها، وطلبوا مني ان انا اعملها كتير واعملها كمان مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.